السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ايه حبايبي؟ هنعمل احلى كيكة ببيضاية واحدة وشوية مكونات بسيطة كده من البيت. هنعمل كيكة للصباح، كيكة الشاي، سميها زي ما تسميها. بتقوم الصبح كده مقلكش نفس فطار، عايزة تشربي كوباية شاي، كوباية نسكافيه، كوباية شاي بلبن. اهو دي بقى القطعة منها كده حلوة قوي ومشبعة، وتسد معاكي كده مع كوباية شاي حلوة قوي قوي وطعمة ولذيذة. عملناها في الخلاط، يعني مش هنكركب مواعين كتير ولا تاخد معانا وقت ولا حاجة. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله، ويلا اقول لكم على المكونات البسيطة دي وعملتها ازاي. عندي هنا كوبايتين دقيق بمج الشاي اللي موجود في كل مطبخ. عندنا عندي كوباية معلقة هرمية من البيكنج باودر أو باكو. هو الباكو في معلقة هرمية. عندي نص كوباية زيت، عندي رشة فانيليا كده، كمان عندي نص كوباية سكر. عايزة أقول لكم السكر ده يرجع لكم انتوا التحلية، عايزة تعمليها كوباية إلا ربع سكر، كوباية كاملة انت حرة. أنا مش بحب السكر قوي ولا الحاجة المسكرة قوي، مستكفية بنص الكوباية بنفس المج اللي عايرنا بيه الدقيق. هنيجي هنا بقى ناخد الخلاط، الرتل بتاع الخلاط، وننزل فيه البضاية ورشة الفانيليا، وكمان نزلت نص كوباية السكر، وهنزل نص كوباية الزيت زي ما انتم شايفين كده. يعني مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود، ولا نوسخ مواعين كتير، ولا نقول ايه هنكركب الدنيا حوالينا. لا، بصوا حاجات بسيطة ومكونات بسيطة وما خدتش معايا وقت. جبت كده الخلاط، وكمان ايه ضربتهم بقى في الخلاط، يعني ضربا مبرحا كده. من 5 ل7 دقايق اضربي فيهم لحد ما السكر يدوب خالص مع الزيت والبيضة ورشة الفانيليا، ويعمل لنا قوام كريمي. هتشوفوه دلوقتي اهو. بصوا القوام تقيل ازاي ولونه فتح، قوام كريمي خالص. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هجيب كوبايتين الدقيق، لازم يكون الدقيق منخول. فانا هنزل كده كوبايه كوبايه في مصفة الشاي، وبرضو بنخلهم فوق رتل الخلاط عشان زي ما قلت لكم ما نعملش مواعين كتير حوالينا. اهو، خدي وقتك بقى كده وانخلي الكوبايتين على مهلك، مهم عشان نطلع منهم اي هوا، والكيكه ما يبقاش فيها فراغات كتير كده. زي ما انتوا شايفين بقى، سلكي بالمعلقه كده ونزلي الدقيق، خدي وقتك خالص. هنزل معاهم معلقه كبيره هرميه بيكنج باودر او الباكو اهو. زي ما انتوا شايفين، زي انا قلت لكم ان الباكو بيبقى فيه معلقه واحده، فضي الباكو وريحي نفسك. بعد ما خلصت كده نخلت الدقيق مع البيكنج باودر، هجيب دلوقتي اللي حطيت الاول هو بقى ايه، رشه الملح عشان ما انساهاش. رشه الملح دي بركه في الحاجه. جبت بقى كده الاسبتيوله، وهنزل ايه اللي على الجناب، دي اللي على الجناب، واقلبهم كلهم مع المواد السائله اللي تحت، مع البيض والزيت اللهم صل على النبي، والسكر اللي ضربتهم مع بعض. هنا بقى انا كنت مسخنه، طبعا هو كده هيبقى تقيل على الريتل الخلاط. كنت مسخنه كوبايه ميه يعني ايه، بصي مش سخنه قوي يعني، ولا يعني اكتر من الدافيه بحاجه بسيطه. عارفين لما بتكوني بتغليها وتبتدي هتنمل، تاخدي منها بقى كوبايه. نزلتها كده على المكونات، وهقلبها طبعا، اساعد الخلاط بالمعلقه كده ان انا اقلب المكونات كلها مع بعض عشان كمان ما يبقاش تقيل على رتل الخلاط. انت هنا بقى الكوبايات بتختلف، لو حسيتي ان هو تقيل شويه برضه هيبقى تقيل على الخلاط، بناخد حوالي نص كوبايه ميه مغليه سخنه تاني، يا ميه سخنه قوي زي ما قلت لكم، يعني ما كانتش وصلت لمرحله الغليان. وبرضه ساعدي كده الخلاط بالمعلقه كده او بالسبتيولا لحد ما ايه المكونات تفك وتبقى يعني خفيفه شويه كده على الخلاط زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هرجع اخدهم بقى كده الرتل على الخلاط، وهبتدي ان انا اضربي وقفي، اضربي وقفي عشان برضو الخلاط بتاعك ما يتعبش. و عايزه اقول لك ان هو لو حسيتي ان هي برضو تقيله على الخلاط، اديها كمان ربع كوبايه من الميه السخنه زي ما احنا عملنا. انا ضربتهم كده لما بقى القوام زي ما انتم شايفين، وجبت القالب الحلو الصغنطوط ده، ودهنته كده زيت، اداني زيت او سمنه، وهنصب فيه
هنصب فيه الخليط بتاع الكيك اهو زي ما انتم شايفين كده. اعملي حسابك ان انت ما تنزليش الخليط كله، يعني يبقى 3/4 القالب، خليه 3/4 القالب عشان تعملي حساب الكيكه لما تستوي حجمها يعلى. طبعا انا كان باقي معايا هنا كده شويه في رتل الخلاط، فجبت الورقات بتاعه الكب كيك دي وفضيت فيها كده، اشوف بقى هيطلعوا لي كام واحده زي ما انتم شايفين. و او برضو ما تملهاش كلها، تلتينها كده عشان هتعلى وهتملى الورقه عشان ما تدلقش بره اهو زي ما انتم شايفين. انا هنا بقى ايه، هجيب دلوقتي القالب بتاع حسيت ان الورق كده هيفتح وممكن الخليط يقع منه، فجبت القالب بتاع الكب كيك حطيت فيه الورقات دي. خدي بالك من الخطوه دي، انا نسيت وكنت بفضي على طول فيه، فانت حطيه في قالب الكب كيك وبعد كده شيلي صبي فيه. عملوا لي ايه، عملوا لي 3 وحدات من الكب كيك دول زي ما انتم شايفين، بصوا طريه وهشه ازاي. انا كنت مسخنه الفرن قبلها من اول ما ابتديت اشتغل، وخليت النار على 180، دخلت فيها الصينيه الكيك ديت كم واحدة هم 3 كب كيك، وحطيتهم على الرف الوسطاني. البوتاجاز يبقى والع من تحت بس، او الفرن من والع من تحت بس، و مش هتاخد معاك حوالي تلت ساعة هتكون استوت. انت تتابعيها بقى من الازاز بتاع الفرن اهو. بصوا حاجة فاخر من الاخر، درجة حرارة 180 وفي الرف الوسطاني هتاخد حوالي تلت ساعة زي ما انتوا شايفين. بصوا طلعتها بردت قطعتها، بصوا حلوة ازاي، هشة طعمة لذيذة طرية جدا. شايفين والله تنفع تورتاية، تنفع لو انت مثلا كنت زوقتي، كان ممكن ازوق القالب دوت مثلا بكريم شانتيه، شوكولاتة، صوص شوكولاتة، حتت فاكهة، وردة كريمة، اي حاجة يعني كانت تنفع برضو كيكة. كيكة تورتة او للجاتو. صلوا على رسول الله ولايكم مع السلامة.